عارف ان اخطر حاجه بعد ما تبطل تدخين مش النيكوتين، ممكن يكون صاحبك. كلمه واحده زي سيجاره واحده مش هتفرق، ممكن ترجعك خطوه لورا من غير ما تحس. بعد ما تبطل تدخين فتره هتكتشف ان المعركه مش مع السيجاره بس. في ناس حواليك ممكن تساعدك تكمل، في ناس ممكن من غير ما تقصد تهدم كل اللي بنيته. ممكن تلاقي حد يقول لك فكك يا عم، عيش حياتك، سيجاره واحده مش هتعمل حاجه. في الحقيقه الناس دي مش عايزه تضرك، بس هي مش عارفه انت بتحارب على ايه. لما تبقى قاعد وسط ناس كلها بتدخن الموضوع بيبقى اصعب، مش لان ارادتك ضعيفه لكن علشان المخ بيربط التدخين بالمكان والناس واحيانا الذكريات. فجاه تلاقي نفسك مشتاق للسيجاره، مش بسبب النيكوتين بس بسبب الجو اللي حواليك، وده طبيعي جدا. عشان كده لازم تفرق بين نوعين من الناس. النوع الاول ناس بيحترموا قرارك حتى لو هم بيدخنوا. النوع التاني ناس بيحاولوا يضغطوا عليك علشان تدخن معاهم. ولو قابلت النوع التاني ده خليك واضح، قول انا بطلت وبس. مش محتاج تبرر، مش محتاج تدخل في نقاش طويل. كل مرة بتحافظ فيها على قرارك ثقتك بنفسك بتكبر، ومع الوقت الناس نفسها بتحترمك اكتر. افتكر ان مش كل الناس اللي حواليك فاهمة رحلتك، لكن المهم انك تكون انت عارف هدفك، واختار البيئة اللي تساعدك تكمل مش البيئة اللي ترجعك للبداية. في الحلقة الجاية هنتكلم عن حاجة بيقع فيها ناس كتيرة جدا، وهي ازاي اتحكم في الرغبة المفاجئة لما تضربك مرة واحدة.